السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في كويزين يوميه فاتي. اليوم ان شاء الله غادي نديرو بريوات بكاوكاو وجنجلان. كاوكاو انا طحنته مع سلقته وفسخته وطحنته مع السنيده وشويه ديال المسكه الحره. عندنا الجنجلان، حاولوا تطحنوه مزيان لحقاش قصرت لي الماكينه وما كملتش لي في الطحين. خاصكم تطحنوه مزيان حتى هو. هاد الجنجلان عندنا تقريبا نص كيلو ديال يا ربي كيلو ديال الكاوكاو ونص كيلو تقريبا ديال الجنجلان. كناخذوا معلقه كبيره ديال البخاليني، وكناخذوا القرفه وجوج معالق ديال الزبده والروح ديال اللوز. كيف ما قلت لكم نعاود معكم، كناخذوا القرفه، معلقه البخاليني باش تنسم لينا هاد الحشوه هادي، وكناخذوا كذلك واحد المعلقه ديال العسل اللي كنا صايبناه، راه كاين في القناه ديالي. بخاليني ديال اللوز، الروح ديال اللوز كذلك، جوج معالق كبار ديال الزبده دايبه، صافي. كنبقى نجمع بيديا بحال هكا حتى كنكون الحشوه ديالي. ضروري كنجمع بالماء الزهر، تقريبا عندي واحد نص كاس ديال الماء الزهر. صافي كنبقى نجمع هاد الحشوه ديالي حتى كتجمع مزيان وتكون ليا كويرات. كنزيد شويه الماء الزهر على حسب، غير يجمع ليا هاد الحشوه هادي. نحاول نخلط مزيان ما نخليوهاش مفرته، ضروري نجمعو بحال العقده. كيف ما كتشوفوا البنات، العقده ها هي تقريبا هي واجده. صافي كنديروا كويرات صغار باش يساعدونا. من بعد كنمشيو للورقه، كناخذوا الورق ديال البسطيله، كنتنيو بهذه الطريقه وكنحيدوا ليه هاد الجوانب ديالو. عاد كنقطعوه هكا طوال، كنقطعوهم طوال وكنحطوهم على جنب حدانا باش يجيونا ساهلين. صافي كندهنوه بالزبده، وهنا شويه الدقيق مع الماء باش نسدو به الورقه. صافي كنحاولوا نقادو في الجناب، نعمروا هذوك الجنيبات كيكونوا دوك القنات ضروري نعمروهم باش ما تجيناش خاويه. صافي وكنكملوا الطويه ديال البريوات. بالنسبه للبريوات ممكن ديرهم صغار من هكا، انا درتهم شويه كبار، ممكن تديريهم صغر من هاد، صغر من هادو اللي درت انايا. كيبقى داكشي اختياري. صافي كنهز ثاني دهن الزبده او الزيت غير باش ما تنشفش لينا الورقه، ضروري ما ندهنوها. كنزيدوا الكويره ديالنا، كنحاولوا نحطوها يعني في الجنب ونجمعوها هكا الجنب الاخر على شكل مثلث. كنزيدوا الحشو في هذاك الجنب الاخر كيف ما كتشوفوا معايا. صافي وكنبقاو نلويو ونجمعوا بيدينا، كنقطعوا بالمقص الجوانب. صافي وكنحطوها على جنب. نفس الطريقه غادي نعاود معاكم.
لبات ليا الحشوه صغيره كنخلي مازال قدامي الحشوه باش كنزيد في الجناب الا خصني، ولا جاتني صغيره ولا جاتني كنحاول نزيد هكا في الجناب، نعمر في الجناب صافي ونجمع. نحاول نبرك شويه بيديا. كما قلت لكم البنات الا بغيتو ديروها صغر من هذه راه ممكن ديروها القياس اللي بغيتو، انا درتهم كبار، نتوما ممكن ديروهم صغر من هذه. صافي كناخذوا المقله ديالنا كنخليوها حتى كتسخن مزيان، كنديروا فيها البريوات ديالنا حتى كيطيبوا. تكون الزيت فوق من البريوات، ما يكونوش الزيت قليله، ضروري تكون الزيت شويه كثيره باش يلا تقينا البريوات مزيان. غير اللي بغيت نقول لكم البنات، انا راه ماشي محترفه في هذا الشيء، انا غير مبتدئه وغير كهوايه، وكنبغي ندير معكم داكشي اللي كندير، كنبغي نشاركه معكم وصافي. انا راه ماشي حلاويه ولا شي حاجه، يعني غير داكشي اللي قسم الله واللي كنعرف ليه كنبغي نشاركه معكم. هادشي اللي كاين، يعني ككل امراه في البيت كتبغي تجرب، تبغي دير شحال من حاجه عجبتها كتبغي تجربها في دارها. كما كتشوفوا العسل راه البنات راه خات، هذا هو اللي كنت صايبت معكم في القناه، يعني كيبقى شاد في البريوات، ماشي بحال الاخر كيكون جاري دغيا كيهبط منه داك، ما كيبقاش شاد داك العسل. صافي كنخليه واحد شويه حتى يشد فيه داك العسل، وكنصفيو من العسل. كيف ما كتشوفوا معنا هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات ديالنا اللي بالكاوكاو وجنجلان، كيجيو رائعين بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم وتبارطاجيو معنا الفيديو لجميع الاحباب والاصدقاء باش كلشي يستافد. وشكرا على المتابعه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.